فرد عليه أبوه وقال له: بصراحة يا شيخ ما كانش بيصلي. بقول لك يا محمد يا ولدي، ايه يابا؟ نعم. صليت النهارده يا ولدي؟ لا والله يابا ما صليت. ليه ما صليتش؟ لا والله يابا كنت مشغول ما قدرتش اصلي. مشغول؟ من انت صغير مشغول عن الصلاة؟ ما لو كبرت يا ولدي هتعمل ايه؟ طب عايز اقول لك على حاجة يا ولدي، لو قالوا لك ان الساعة 4 الفجر هيوزعوا فلوس، يا ترى هتصحى ولا مش هتصحى؟ ايوه بصحى على في فلوس. يعني يا ولدي الفلوس اهم من الصلاة؟ لا يابا هي مش اهم من الصلاة، بس دي فلوس هنهيص وكده وندعك الدنيا. تدعك الدنيا؟ برضه انا يابا لسه صغير، الكلام دي لو كبير ربنا يحاسبنا على الصلاة. طبعا انا لسه صغير وربنا مش هيحاسبنا على الصلاة. لو كل واحد فكر بنفس التفكير بتاعك ده من هو صغير، ما كانش حد فينا اتعلم الصلاة ولا كان حد صلى أصلا. الموت يا محمد يا ولدي ما يعرفش كبير ولا صغير. يعني حاول إن ما فيش حاجة تليك عن الصلاة، إذا كان صحابك، إذا كان أمك، إذا كان أبوك، أي حد في الدنيا يمنعك عن الصلاة. ليه ما تخليش حد يمنعك عن الصلاة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فتعال أقول لك يا ولدي على قصة بسيطة كده، بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في يوم من الأيام يا ولدي واحد بيغسل أموات، تمام؟ فرنوا عليه قالوا له في واحد عايزك تيجي تغسله، فراح قال لهم حاضر هجهز العدة وهجيلكم. فبالفعل حضر العدة ووصل المكان اللي هيغسل في الميت ده، فدخل غرفة التغسيل، وطبعا الميت قاعد على الكنبة اللي بيقولوا على كنبة التغسيل، تمام؟ فقال لك كي المغسل ده سبحان الله، قال لك بصيت على الميت ده لقيته بيطلع نور، سبحان الله، جسمه كله ابيض زي اللبن. فبيقول الراجل ده بدأت ان انا اطلع العدة، بصيت على الميت مرة تاني فلقيت واحد تاني خالص، لقيت واحد لونه اسود زي الفحم عياذا بالله. قال لك لونه اتغير 180 درجة. فقال لك انا خفت وطلعت اجري عند الباب، فلقيت واحد واقف على الباب بيشرب سجاير. فقلت له يا عمي بعد اذنك الراجل اللي جوه ده تبعكم؟ راح قال لي ايوه يا ولدي تبعنا طبعا، ده اللي جوه ده ولدي في حاجه ولا؟ راح قال له بالله عليك يا عمي اسالك سؤال واحد، ولدك ده كان بيعمل ايه في حياته؟ راح قال له لا تساله السؤال ده. قال له معلش السؤال ده بس جاوبني عليه، كان ولدك بيعمل ايه في حياته؟ فرد عليه ابوه وقال له بصراحه يا شيخ ما كانش بيصلي. فقال المغسل او الشيخ قال لك في الوقت ده افتكرت ايه واحده بس: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وعرفت برضو اللي حصل له جوه ده، عرفت سببه ايه، ان هو مش بيصلي. شفت يا ولدي؟ شفت اللي مش بيصلي ايه بيحصل له؟ خلاص يابا ان شاء الله مش هخلي حد تاني يبعدنا عن الصلاة، ومن بكرة ان شاء الله هصلي. لا يا ولدي، قوم دلوقتي روح صلي، الواحد مش ضامن عمره.